في الأمة. موقف آخر يا إخواني هو موقف سيدنا الحباب بن المنذر يوم بدر. هتتعلم من هذا الموقف ازاي انت اوعى تبخل بفكرة. قد تكون في فكرة عندك وانت متخيل انها فكرة بسيطة، قد تكون هذه الفكرة يا اخواني هي السبب في نصرة الامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختار مكان في بدر، يأتيه سيدنا الحباب بن المنذر ويقول يا رسول الله هذا المكان اللي احنا فيه ربنا امرك به ام هو الرأي والمشورة؟ قال بل هو الرأي والمشورة. فقال يا رسول الله ارى يعني ايه اننا نردم الابار حتى يبقى اخر بئر نشرب منه فيعطش الكفار والاعداء ونبدا بقى ايه شفت. فتكون هذه الفكرة يا اخواني ينتصر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، تكون سبب في غزوة بدر. نفس الموقف مع سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان الفارسي يا اخواني في غزوة الاحزاب الكفار امام المدينة واليهود من الخلف مش عارفين نعمل ايه، هنعمل ايه. فيأتي سيدنا سلمان بمبادرة عظيمة. المبادرة ازاي تبادر بالفكر؟ قال له يا رسول الله كنا في اهل فارس اذا ما حوصرنا خندقنا على انفسنا. ايه خندقنا على انفسنا يا سلمان؟ يبدأ سيدنا سلمان يشرح لاصحاب النبي الخندق يعني ايه. فيأتي الخندق ويكون سبب رئيسي من اسباب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام ازاي يا اخواني تكون مبادر. احيانا يكون الشباب والرجالة والستات عندهم افكار عظيمة في نصرة النبي بس هو مش عايز يكتب الافكار او يتخيل ان هذه الفكرة يعني لا تلقي بال لاحد. قد تكون يا اخواني هذه الفكرة سبب عظيم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة يا اخواني الى اصحاب الفكر والتخطيط. في ناس هدفها هي هدف يعني شغلها ان هي تخطط لنجاح الشركات، تخطط لنجاح المصانع. طب خطط يا اللي ربنا اعطاك موهبة التخطيط، خطط لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى يا اخوان انت عملت دراسة جدوى لمشروع من مشاريعك؟ اكيد عشان ينجح. طب عملت دراسة جدوى ان ازاي تنصر النبي؟ صعبة، ما عملتهاش لان الموضوع مش في ذهنك، الموضوع مش في قلبك. لو الموضوع شغلك زي مشروعك زي بيتك زي اسرتك كان الموضوع اتغير خالص. ازاي يا اخواني تكون عندك المبادرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟